اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري، القناه اللي بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنبدا كلامنا عن ملك جديد من ملوك الاسره الخمسه، وهو الملك نفر آفرع. ومن ضمن الاسماء اللي تعرف بيها الملك اللي هنتكلم عليه النهارده هو اسم رع نفر آف، وهو خامس ملوك الاسره الخمسه. معنى كلمه نفر آفرع معناها الحرفي هو جمال رع. والملك نفر آفرع كان واحد من 3 اخوات اشقاء، كلهم بقوا ملوك بعد كده من ملوك الاسره الخمسه. الاخوات الاثنين التانيين كانوا شيسسكا رع ونيئوسر رع، والاثنين بعد كده بقوا ملوك من ملوك مصر في عهد الاسره الخمسه. وقدر المستكشفين والباحثين وقت التنقيب عن الاثار ان هم يلاقوا جوه المعابد الجنائزيه في ابو سير مجموعه من اوراق البرد الاداريه المهمه جدا، واللي بيرجع عهدها لعهد الملك نفر آفرع. بالمجموعه الاستكشافيه اللي قدرت ان هي تلاقي مجموعه اوراق البردي المهمه جدا هي مجموعه استكشافيه من جامعه باراك، وكانت سنه 1982. ونفس الاهميه التاريخيه اللي قدرت المجموعه البحثيه ان هي تستكشفها لمجموعه اوراق البرد الاداريه، نفس الاهميه التاريخيه دي هي الاهميه التاريخيه اللي قدر الباحثين انهم يلاقوها لمجموعه اوراق البرد اللي تم استكشافها واللي كانت تابعه للملك نفر إركارع. وبسبب الموت المفاجئ والسريع جدا واللي ما كانش متوقع للملك نفر إفرع، قدر الملك اللي هو كان خليفه ليه او ولي العهد ان هو يكمل بناء الهرم، بس ما بناهوش على شكل هرم كامل، هو بناه على شكل مصطبه. وبالرغم من ان مصطبه الملك نفر إفرع شبه اي مصطبه اتبنت زي مثلا المصطبه اللي اتبنت من عهد ملوك الاسره الثالثه، الا انها ما كانتش مصطبه بالمعنى الحرفي، لان المصطبه بتكون موجهه شمالا وجنوبا، ودي كانت موجهه في اتجاه واحد بس. والمصطبه الطبيعيه بتكون على شكل مستطيل، اما مصطبه الملك نفر إفرع فكانت على شكل مربع. وده كان واحد من الاسباب اللي خلى العلماء يوصفوا هرم الملك نفر إفرع بانه هرم غير مكتمل البناء. ارتفاع المصطبه دي كان بالظبط 7 امتار، وزاويه الميل بتاعتها كانت 64 درجه. ومن ضمن الحاجات المهمه جدا واللي بتميز هرم الملك نفر إفرع او مصطبه هرم الملك نفر إفرع ان هي المصطبه او الهرم الثالث والاخير واللي اتبنى في منطقه ابو سير. ومن ضمن الحاجات المهمه جدا واللي بتميز هرم الملك نفر إفرع انه بيعتبر خط تصويري بيربط بين اهرامات منطقه ابو سير بمدينه اول. طب ده عن طريق ايه؟ عن طريق مقبره. المقبره دي موجوده في التحديد في المنطقه اللي هي جنوب غرب هرم الملك نفر إركارع. وهرم الملك او مصطبه الملك نفر إفرع اتبنت سنه 2645 قبل الميلاد. والهرم ده هو هرم املس مخطط وتم بناؤه من الحجر الجيري الابيض. اما بالنسبه لقاعده الهرم فهندسيا كانت على الورق متخطط ليها ان هي تكون 78 متر مربع، بس طبعا بسبب موت الملك المفاجئ وسبب ان الخليفه ما اهتمش بهرم الملك نفر إفرع فخطط القاعده على ان هي تكون 65 متر مربع. وبسبب موت الملك اللي كان بسرعه جدا وما كانش متوقع، اتحول الهرم واللي كان مخطط ليه ان هو يبقى هرم لمصطبه مربعه او تل بدائي، وده كان في الفتره بين موت الملك نفر إفرع وتحنيطه. وطبعا يا جماعه زي ما احنا عارفين ان كل ملك انا بذكره بالذات في عهد الدوله القديمه بتكلم عن اعماله وعن هرمه بالتحديد، بس للاسف الملك ده انا مش هقدر اتكلم عن هرمه، يعني عرفت اتكلم عن اعماله وجبت لكم نبذه مختصره عن هرمه، لان الكلام في هرمه هو كلام هندسي بحت، فمعظم الناس المتواجدين على القناه يهمهم التاريخ اكتر من الهندسه، وغير كده الكلام عن هرمه هياخد حيز كبير جدا احنا في غنى عنه. فعشان كده انا هحاول لو لقيت اي معلومات اعمل عنه حلقه ثانيه، ولو ما لقيتش فهحاول اشوف الملك اللي بعده واللي هو كان سادس ملوك الاسره الخمسه. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه اكمل كلامي معاكم عن بقيه ملوك الاسره الخمسه، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكربشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.